السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة، هتطلع معاكي مظبوطة 100%. لو انت بتعمليها بتهبط منك، لو بتعمليها مش بتطلع معاكي مظبوطة. ان شاء الله النهاردة هقولك على شوية تريكات كده هتطلع معاكي زي الفل، زي ما انتم شايفين كده بالشكل الحلو ده. درجتنا النهاردة بسيطة خالص وسهلة، وهتحضريها في اقل كده من 10 دقايق بس. زي ما انتم شايفين كده هتطلع معاكي بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، غرقانه كده بصوص الشوكولاته، ومن جوه ما شاء الله الله اكبر. هشه كده وارتفاعها مظبوط 100%. شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ تعالوا كمان اوريكم الصينيه كده وهي متقطعه كده من جوه. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ غرقانه من بره كده بصوص الشوكولاته، ومن جوه كده ما شاء الله الله اكبر، هشه كده وطريه خالص. يلا مع بعض نشوف وصفتنا النهارده او مقاديرنا النهارده بطريقه سهله وبسيطه كده. كوبايه لبن عادي، وهنزل عليها بكوبايه سكر، كوبايه الا ربع من الزيت، وهنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام. في كاكاو خام غامق وفي كاكاو خام فاتح. هاتي الغامق عشان يطلع معاكي شكلها حلو كده. حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الغامق. هنا حطيت في الخلاط عشان ما تهوش مني كوبايه لبن وكوبايه سكر وكوبايه الا ربع من الزيت ومعلقتين كبار كاكاو. اول حاجه خالص قبل ما بعمل اي مكونات من مكوناتي، بحضر الفرن على درجه حراره 180. زي ما انتم شايفين كده ضربتهم كده لمده دقيقتين. هاخد كده حوالي كوبايه الا ربع من الصوص اللي احنا عملناه الحلو ده. هنا انا لسه ما حطيتش البيض. هنا عندي البيض. لو عندك بيض الحجم بتاعه اكبر من كده كفايه 2 بس. هنزل هنا بحوالي نص معلقه كده من الفانيليا. هضربهم كده ضربه كويسه، وهكمل بقيه البيض. عن 3 بيضات بس، البيض اللي عندي صغير. لو عندك اكبر من كده حط 2 كفايه. هنزل بمعلقتين كبار من الخل. هضربهم كده ضربه كويسه علشان الكيكه تطلع معاكي ناجحه وتطلع معاكي مش هابطه. لازم تشغلي الفرن على درجه حراره 180 قبل ما تعملي اي حاجه خالص في مقادير الكيكه. وكمان ما تفتحيش عليها الفرن قبل مثلا تلت ساعة. لو عايزة تشوفيها ممكن تفتحي بعد تلت ساعة، بس يفضل ما تفتحيش الفرن خالص، سيبيها زي ما هي كده في الفرن. هي الكيكة بتاخد في الفرن بالظبط 25 دقيقة، من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. بتشغلي الفرن على درجة حرارة 180، وكمان بتشغلي مروحة لو عندك مروحة علشان توزع الحرارة. هنا انا حطيت كوبايتين دقيق بنفس معيار السكر ونفس معيار اللبن. الكوباية هي نفس الكوباية. وحطيت معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، معلقة هرمية كده مليانة، وذرة ملح، رشة ملح صغننة خالص. هنخلهم كده نخلة كويسة، وهقلب كل المقادير كده او المكونات مع بعض. يبقى انا حطيت كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايتين من الدقيق، كوبايه الا ربع من الزيت، 3 بيضات، وحطيت فانيليا، وحطيت بيكنج باودر، وكمان خل ورشه ملح. هقلب المكونات كلها كده مع بعض. وحطيت كمان الكاكاو. الكاكاو يفضل يكون غامق، ما يكونش فاتح. واخدت كده كوبايه الا ربع من صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه الاول، حطيتها في التلاجة علشان لما الكيكه تطلع هنزل عليها الصوص ده على طول. هنا بطنت معايا الصينيه بشويه زيت ورشه دقيق كده زي ما انتم شايفين. هنزل فيها مكونات الكيكه كده كلها مره واحده. وبعد ما اخلص كده هخبط خبطتين علشان افرغ الهواء لو كان فيها هواء يطلع. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 25 دقيقة، من 25 دقيقة لنص ساعة كده. بعد ما خرجت من الفرن شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا ما تفتحيش عليها الفرن خالص عشان تفضل معاكي ما تهبطش منك. هقلبها كده على صينية علشان انا عايزة احط عليها صوص الشوكولاتة،
واقطعها بطريقه سهله وبسيطه خالص ويطلع معايا شكلها حلو. شايفين؟ اتمنى من حبايب قلبي اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يتفرجوا عليه. وكمان اللي عنده اي سؤال، اللي عنده مثلا فيديو او وصفه عايزه اعملها له، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات اي وصفه، اي سؤال، اي حاجه تخص الطبخ. انا معاكم، الا اي حد عايز يسالني اي سؤال يا ريت يكتب لي في التعليقات. هنا نزلت عليها كده بالصوص اللي احنا شلناه وهي سخنه لسه طالعه من الفرن حالا، علشان الصوص الشوكولاته كده يسيح عليها وينزل. ولو عايزه تخرميها كده من فوق بخله او يعني او بشوكه وتنزلي كده صوص فيها من جوه. لو عايزه تسيبيها كده سيبيها، يعني اللي متاح. او لو حابه تتخليها كده بالشكل ده ممكن عادي، شكلها حلو خالص. ولو حابه كده زيناها من فوق بقطع شوكولاته بيضه كده مبشوره. بصراحه انا بفضل اكلها كده. شايفين؟ انا عندي شويه كريم شانتيه كده ضربتهم وبقطع كده حته على الكريم شانتيه، بتبقى طعمها تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم.